اللي داخل مجال التسويق الرقمي لأول مرة بيبقى عنده تحدي كبير. إزاي يبدأ من غير ما يصرف كتير؟ هنا بيجي دور فكرة إنك تلاقي برنامج تسويق إلكتروني مجاناً. والبرامج دي مش بس بتوفر لك فلوس، لكن كمان بتديك فرصة تتعلم وتغلط وتصلح من غير ما تخسر حاجة. وهنتكلم دلوقتي عن أنواع الأدوات اللي هتحتاجها. فيه كذا نوع من الأدوات اللي أي حد بيشتغل في التسويق لازم يعرفها. أدوات إدارة المحتوى زي تريلو أو نوشن بتخليك مرتب أفكارك وجدولك. أدوات التصميم زي كانفا أو أدوبي إكسبرس بتديك قوالب جاهزة تعمل بيها صور وبوستات جذابة. أدوات التحليل زي جوجل أناليتكس اللي بتوريك مين بيتابعك وإيه أكتر حاجة بتشدهم. أدوات الجدولة والنشر زي بفر ومتريكول اللي بتخليك تنظم البوستات وتتابع أدائها. وأول أداة ميل تشيمب، أداة قوية في الإيميل ماركتينج، والنسخة المجانية بتخليك تبعت رسائل لعدد كويس من العملاء وتعمل قوالب شكلها احترافي. وثاني أداة كانفا، لو عايز تصمم صور أو فيديوهات للسوشيال ميديا من غير ما تكون مصمم محترف، وفيها قوالب جاهزة تقدر تعدل عليها بسهولة. وثالث أداة متريكول، بتساعدك تتابع أداء البوستات على السوشيال ميديا وتعمل جدولة للنشر. والنسخة المجانية فيها حاجات كفاية جدا لأي حد بيبدأ. ورابع أداة بفر، من أشهر الأدوات اللي بتخليك تنظم البوستات وتنشرها في أوقات مختلفة، وده مهم جدا عشان تحافظ على تواجدك المستمر. وخامس أداة هوت سويت فري بلان، نسخة مجانية بتخليك تدير أكثر من حساب سوشيال ميديا وتتابع التفاعل عليهم. وسادس أداة جوجل أناليتكس، برنامج تسويق إلكتروني مجاني من جوجل بيديك تفاصيل دقيقة عن زوار موقعك ومصدرهم وسلوكهم. وسابع أداة تريلو، لو عايز ترتب أفكارك وحملاتك التسويقية في شكل بوردات سهلة. وثامن أداة نوشن، أداة مرنة جدا لإدارة المحتوى والملاحظات، تقدر تستخدمها كجدول أو قاعدة بيانات صغيرة لحملاتك. وتاسع أداة أدوبي إكسبرس فري، نسخة مجانية من أدوبي بتخليك تعمل تصميمات سريعة وبسيطة بجودة كويسة. وعاشر أداة سندنبلو فري، أداة إيميل ماركتينج فيها نسخة مجانية كويسة جدا للمشاريع الصغيرة. طيب، ليه لازم تهتمي بالتحليل والمتابعة؟ التسويق مش مجرد إنك تنشر بوست وخلاص، لازم تعرف مين شافه ومين تفاعل وإيه اللي نجح وإيه اللي محتاج تعديل. وهنا بيجي دور تطبيقات في التسويق الرقمي زي جوجل أناليتكس أو حتى إنسايتس في فيسبوك وإنستجرام، والتحليل ده بيخليك تاخد قرارات أذكى وتطور حملتك بشكل مستمر. وهقولك دلوقتي خطوات عملية تبدأ بيها لحملك. حدد هدفك من الحملة، عايز تجيب متابعين أكتر ولا مبيعات؟ اختار الأداة المناسبة، لو هدفك نشر محتوى يبقى بفر أو متريكول، لو هدفك إيميلات يبقى ميل تشيمب أو سندنبلو. جهز محتوى جذاب، صور بسيطة مع نص قصير وواضح. تابع النتائج، شوف إيه اللي جاب تفاعل وإيه اللي محتاج تعديل. وهنعرف دلوقتي نصايح صغيرة بس فرقت مع ناس كتير. ما تستهونش بالبرامج المجانية، في ناس بدأت بيها ووصلت لنتائج كبيرة. مثلا في مصر في شباب بيستخدموا كانفا وبفر بس، وقدروا يبنوا بقى صفحات فيها آلاف المتابعين. الفكرة مش في الأداة نفسها، لكن في إزاي تستخدمها صح وتكون عندك خطة واضحة للنشر والمتابعة. ودايما ركز على جودة المحتوى مش بس الكمية. وهقولك أمثلة واقعية من السوق. في ناس بدأت مشاريع صغيرة جدا باستخدام أدوات مجانية ووصلوا لنتائج كبيرة. مثلا في مصر في شباب بيستخدموا كانفا وبفر بس، وقدروا يبنوا صفحات فيها آلاف المتابعين. الفكرة مش في الأداة نفسها، لكن في إزاي تستخدمها صح وتكون عندك خطة واضحة. والمستقبل حاليا مع الذكاء الاصطناعي، ودلوقتي كتير من البرامج بدأت تدخل تقنيات الذكاء الاصطناعي. يعني مثلا في كانفا في أدوات بتساعدك تولد صور أو تعدل تصميمات بشكل أسرع، وفي ميل تشامب في اقتراحات ذكية لمحتوى الإيميل. وده كله متاح في النسخ المجانية أو التجريبية، يعني تقدر تستفيد من أحدث التقنيات من غير ما تدفع. الخلاصة، لو عايز تدخل مجال التسويق الرقمي من غير ما تتكلف كتير، الحل إنك تبدأ ببرنامج تسويق إلكتروني مجانا وتستغل كل الإمكانيات اللي فيه. مع الوقت هتتعلم أكتر وتعرف إيه اللي يناسبك، وساعتها ممكن تفكر في النسخ المدفوعة، لكن البداية لازم تكون ذكية ومبنية على أدوات مجانية قوية. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك واشترك في القناة علشان يوصلك كل جديد.